السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وربنا يعود عليكم الأيام بخير. النهاردة جمعة بقى، وحبيت أصور معاكم الفراخ دي قبل ما أذبحها. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكسروا النهاردة الجمعة، كسروا من الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلي ربنا كده يجعل في يومكم بركة، ويجعل أيامكم كلها يا رب سعيدة ببركة الصلاة على النبي. بسم الله. النهارده يا حبايب قلبي، طبعا انتوا فاكرين الفراخ البيضه بتاعتي اللي صورتها لكم قبل كده، اللي كان عمرها حوالي 15 يوم او 18 يوم. النهارده يا حبايب انا جايبها لكم وهي عمرها برضو ما كملتش هي كملتش ال 50 يوم، يعني حوالي برضو بتاع 47 يوم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حجمها زاد جدا جدا، الله اكبر. والله انا ما راضيه اذبحها لحد دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. انا مش راضيه اذبحها عشان حاجه، انا مش لاقيه مكان احطها فيه، لان انتوا عارفين انا ذبحت الطيور بتاعتي كلها فحطيتها في الثلاجات والفريزرات وملات كل حاجه ما شاء الله، الله اكبر. مش لاقيه مكان احط فيها شويه الفراخ دول. هم كانوا 15 فرخه، انا ذبحت منهم 2 قبل كده. ففاضل كده 13 فرخه ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله. يعني اوزانهم انا مش هقول اي وزن، مش اوزن انا والله ما وزنتهم ولا اعرف اي وزن من اوزانهم، بس انتوا ما شاء الله انتوا شايفينهم قدامكم كده. وطبعا انتوا شايفين الدنيا معكعكه كده تحتيهم، وشايفين انا خلاص كده انا كل يومين، يعني هم كل ما بيكبروا كل ما الفضلات والحاجات اللي تحتيهم بتبقى كتيره يعني. انا مش هشد بقى اي حاجه دلوقتي، لان هاخدهم دلوقتي، انا جايه دلوقتي هاخدهم عشان خاطر اذبحهم واتصرف افضلهم اي مكان في الديفليزر واحطهم ان شاء الله، عشان هم ما ينفعوش يقعدوا اكتر من كده، لانهم ما شاء الله ما شاء الله قدامكم هم اوزانهم جامده، وانا خايفه عليهم يعني، عشان كل ما الوزن يتقل كل ما الفرخه رجلها بتتكسر يعني. فانا قلت النهارده بقى اوريهم لكم قبل ما اذبحهم وتشوفوهم كده. ما شاء الله الفراخ دي والله العظيم جميله قوي، وما حسيت بها ولا كلفت عليا كتير، ما كلفتش والله اكل. انا جبت شكاره العلفه، يعني هي كان اخر شويه علفه دول عندي، كان اخر شكاره، في اخر شكاره دي صفر الايمان انا ماشيه عليها على طول. دي كان اخر شويه بقى، حطتهم ليهم دلوقتي وهم كده بياكلوهم. هم اخر شويه بقى وخلاص هاخدهم، يعني بعد حوالي ساعه كده هبعتهم المريشه، او زي ما اشوف يعني عملتهم هنا في البيت يا بعتهم المريشه. فان شاء الله حبايبي هم ما شاء الله جمال والله العظيم الحمد لله، يعني طلعوا بدون امراض وبدون تعب وبدون مجهود، الله اكبر عليهم والله العظيم. ما حسيت بهم خالص. وكنت بحط لهم الاكل الصبح، بحط لهم كميه كبيره بقى من الصينيه اللي قدامهم دي، وباجي برضو اخر النهار املاها، وبالليل حوالي الساعه 8 او 9 بالليل برضو بملى لهم الصينيه تاني. بحط لهم 3 مرات في اليوم اكل، وما شاء الله يعني والله ما تعبوني خالص، ولا جت لهم اي امراض ولا جبت لهم اي ادويه. وما شاء الله ما شاء الله عليهم، يعني الله اكبر عليهم. يعني انا مش هقول اوزان ولا بوزن ولا بحب اوزن اي حاجه، ولا من اساسه عندي ميزان. يعني انتوا شايفين مثلا الديك اللي في الوسط ده، هو في ديوك علياتهم ديوك، الديك الاخراني ده الله اكبر، يعني انا حاسه كده ان هو يزيد عن 4 كيلو او 4 كيلو ونص ما شاء الله. وانا ذبحت كمان الاثنين اللي ذبحتهم كانوا كبار جدا والله، كان يمكن يعدوا، كان مقربين برضو على 5 كيلو او 3 او 4 كيلو ونص. والله العظيم انا ما شاء الله بمسك الفرخه، بس انا مش همسكها دلوقتي عشان الجناح بتاعها بيتقطم بسرعه. انا بمسك الفرخه ما بقدرش اشيلها بايدي، تقيله جدا الله اكبر. والله العظيم يا جماعه اللحم بتاعهم في منتهى الجمال. وكنا نجيب الفراخ البيضاء الاول من عند الراجل يعني اللي بيبيع الفراخ، كنا نلاقي ريحتها مش حلوه مش زفره. والله العظيم الفراخ دي ريحتها جميله وما فيهاش زفاره ولا اي حاجه. انا كنت بضطر انقع الفرخه بالساعتين 3 في الخل والليمون والحاجات دي، والله العظيم انا بغسلها غسيل عادي بالدقيق والملح، وبرضه بمشي عليها ليمونه كده، بس ما فيش اي ريحه زفاره خالص. وما شاء الله عليهم يعني والله ما تعبوني.
انا ايوه يعني حكايه العلف دي انا خففتها شويه. انا كنت بحط لهم والله العظيم يا جماعه برضو كانوا معايا من السرس، كنت بحط لهم برضو سرس من بتاع البط الفرنساوي اللي كنت مربياه. كنت برضو ساعات تخلص عندي العلفه ميبقاش موجود عندي مثلا علفه، كنت بجيب لهم شويه سرس كده واحطها لهم، كانوا بياكلوها في ثواني ما كانوش بيخلوا حاجه، وكلوا اي حاجه. وكنت بقطع لهم عيش. اللي بيقول لك ان الفراخ البيضه دي ما بتاكلش الا علفه، لا والله كنت بحط لهم اي حاجه. دشيش والله كنت بحط اقطع لهم عيش صغير كانوا ياكلوه. ممكن يفض رز اي حاجه من واحده يعني لما تطبخ ويفض منها رز مكرونه اي حاجه، والله كنت بحط اي حاجه كانوا بياكلوا اي حاجه ما شاء الله. والله العظيم وسواعي كنت برضو اكسل ان انا احوش الفرشه تحتيهم. انا ما بحوش الفرشه، انتوا عارفين انا قلت لكم على كده. كنت بحط التبن او نشاط الخشب بحطها فوق الحاجات الفضلات بتاعتهم، فبتنشف وبتعمل طبقه كبيره. والطبقه دي بتدفيهم طبقات فوق بعضهم يعني بتدفيهم. والله ما فيها امراض. يعني في ناس قالت لي انهم انت ما تحط الخشب نشاط الخشب او التبن فوق الفضلات بتاعتهم برضه هيمرضوا. والله يا جماعه ابدا، انا جربت. انا نصيحه خدتها من الراجل اللي انا اشتريت منه الفراخ دي، قال لي عليها مشيت عليها على طول. انا بس ما غيرت لهمش الا هي كنت حاطه لهم هنا كراتين. انا غيرت كده حاطه لهم اقفاص الفاكهه دي عامله لهم عليها يعني كده، حاطه لهم اقفاص الفاكهه دي بس هم بيطلعوا بالليل بيقعدوا فوق الاقفاص دي ساعات يعني بالليل قوي يعني ساعات ما يبردوا يسقعوا يقعدوا فوق الاقفاص دي. بس هي الحاجه الوحيده اللي انا غيرتها دي. والله العظيم يا جماعه الحمد لله ما ماتش منهم ولا فرخه ما شاء الله يعني الله اكبر. وشايفين الاوزان بتاعتهم اهو. وانا ان ذبحتهم هنا ان شاء الله في البيت باذن الله، ان ذبحتهم هنا في البيت هبقى اعمل معاكم فيديو واوريكم طريقه ذبحهم واوريكم الوزن بتاعهم قد ايه وانتوا هتشوفوه. لا مش هوريكم طريقه ذبح، هوريكم وانا بنضفهم بس. عشان ممنوع الذبح والحاجات دي في الفيديوهات. وانتوا شايفين يا جماعه جمال جدا والله قوي وكويسين. هم اخر حاجه فاضلين عندي دول. انا ذبحت كل الطيور بتاعتي وانتوا عارفين ان انا ذبحت الطيور بتاعتي البط الفرنساوي والفراخ البيضاء الثانيه اللي قلت لكم شريتها بنص جنيه. وده هم كانوا اخر حاجه عندي هم والفراخ البلدي. طبعا الفراخ البلدي دي انا مخليها بتبيض، طبعا ما تتذبحش هي بتبيض. فاخر حاجه بقى ان شاء الله هي الفراخ البيضاء دي. خلاص النهارده ان شاء الله يا النهارده يا بكره بالكتير خالص هذبحهم. والحمد لله يعني والله الحمد لله انا بشكر ربنا لان في الشهر ده بالذات العيا انتشر قوي في الطيور وفي الفراخ. والله العظيم انا بشكر ربنا جدا لان الحمد لله كل طيوري وكل فراخ الحمد لله ما فيش اي حاجه غلط لها اي حاجه، لان الحمد لله ماشيه بالتوكل على الله. والله يا جماعه ماشيه بالتوكل على الله. في ناس تجيب الفراخ تجيب اي حاجه على طول ما فيش الا كل يوم هروح للدكتور البيطري، كل يوم هجيب علاج، كل يوم مش عارفه ايه. والله العظيم يا جماعه الحمد لله ماشيه كده بالتوكل على ربنا. والحمد لله ربنا مبارك لي في كل حاجه وما فيش اي حاجه من طيوري بيجرى لها اي حاجه الحمد لله. وانا بحمد ربنا قوي على النعمه دي. ما بجيبش والله الا العلف والحاجات اللي بياكلوها. والله يا جماعه انا ما بجيب حتى السقايات والحاجات دي بحط لهم في اي حاجه معوضه طيور كده اي حاجه بحط لهم فيها. انا مش ما معيش عشان ما اجيبش، لا الحمد لله انتوا عارفين ان فضل ربنا عليا كبير قوي. بس انا ما بحبش ادي الحاجه ايه يا جماعه ادي الحاجه اكبر من القيمه يعني المفروض ان الواحد يعملها لها. انا بمشي حالي الحمد لله. انا ربنا انا اتعودت كده ان انا امشي حالي اي حاجه الحمد لله. ما فيش حاجه بتقف قدامي ولا في حاجه بتصعب الحمد لله عليا بفضل ربنا. هم كده خلصوا بقى شويه العلفه اللي قدامهم. هبتدي بقى مش عارفه والله انا تبع ظروفي. انا ممكن النهارده انفضيت من شغل البيت والمصالح اللي عندي عشان انتوا عارفين كل الاولاد النهارده عندي واولادي رجعوا النهارده وانفضيت هعملهم اذبحهم. ما فضيتش خلاص يبقى بكره او بعده. فربنا يسهل بقى. ذبحتهم ما ذبحتهمش هم قاعدين يوم ولا اتنين كمان. ما شاء الله انا عاجبني الديك ده قوي. الديك اللي في الوسط ده عاجبني جدا. اللي بيشرب ده اللي هناك ده اللي بيشرب اللي هو ميه الرسول عاجبني جدا ما شاء الله. وزنه كبير قوي. انا بحب الديك قوي بحب الديك الفراخ البيضاء قوي. والحمد لله يا جماعه والله العظيم ما تتكلوا على الله الا ربنا يسهل كل حاجه. وهم والله العظيم ما جبت لهم اي علاج ولا حاجه وانتوا عارفين.
ما جبت لهمش اي علاج ولا اي حاجه، والحمد لله طلعوا الله اكبر، يعني الله اكبر عليهم، والله ما مات منهم اي حاجه ولا تعبت منهم اي حاجه والحمد لله. بس هم بقى بوظوا بتاع الحمام ده بتاعي، ده حمام يعني هي بشقه بس مقفوله، مش شطبه ومقفوله. كانوا بيذاكروا فيها اولادي يعني قبل ما يسكنوا. فالشقه دي هو انا حطيتهم في الحمام بتاعي، يعني ما بنستعملوش دلوقتي، حطهم في الحمام. هم بهدلوا الدنيا بس، فانا خلاص بقى اذبحهم واشيل الدنيا دي وامسح الحمام بقى وارتب كل حاجه وارجع كل حاجه زي ما هي، لان هي الفراخ البيضاء بالذات ما ينفعش تخرج في الشمس او ما ينفعش تروح في مكان هواء، لازم تبقى في المكان اللي اتربت فيه من وهي صغيره، لازم تبقى فيه على طول. خلاص بقى انا وخلاص يا جماعه، الحمد لله اديكم شفتوا الفراخ بتاعتي. اخر حاجه بقى عندي دي هذبحها وابتدي بقى ان شاء الله هجيب فراخ تانية وبط تاني وطيور تاني وابقى اصور معاكم ان شاء الله. ويا حبايب قلبي والله العظيم وحشتوني جدا، من فيديو للتاني بتوحشوني قوي. ويا جماعه بشكر الناس كلها اللي بتدخل فيديوهاتي وبتعلق لي تعليقات جميله، وانا بفرح بتعليقاتكم جدا. وحبايب قلبي برضو اللي بيجوا على طول يدوني اي نصايح وانا بمشي عليها، والحمد لله. الحمد لله يا رب، اللهم اجعلها سنه كريمه علينا وجمعه مباركه على الجميع. وخلاص يا جماعه نختم بقى معاكم الفيديو، وربنا يا رب يبارك لكم في ديوركم وفي اولادكم وفي كل حاجه في حياتكم، ونشوفكم بقى ان شاء الله في فيديوهات تانية. وبالله عليكم توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، بالله عليكم يا حبايبي، عشان والله العظيم انا بدخل برضو فيديوهاتكم وبعمل كده، بعمل لايك وبعمل مشاهده كامله وبعمل كل حاجه. ونختم بقى الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.